السلام عليكم ورحمة الله، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا ماما نونا، والنهاردة احكي لكم حكاية جديدة. حكاية ايه يا ترى؟ حكاية جريج العابد يا حبايبي. يلا بينا كلنا نشوف ايه هي الحكاية. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يا ماما نونا. بطلنا النهاردة يا حلوين هو ماجد. ماجد كان بيحب بابا وماما كتير، ولكن يا حبايبي كان عنده مشكلة. تعالوا نشوف ايه هي المشكلة اللي عند ماجد. ماجد كان بيقوم الصبح وبيغسل وشه وبيتوضى كمان وبيصلي، وكانت ماما تقوله صباح الخير يا ماجد، يقول لها صباح الخير يا ماما. وكانوا بيفطروا، وراحت ماما قالت لماجد يا ماجد أنا عايزاك تساعدني علشان خاطر نشيل الأكل اللي على السفرة. قال لها حاضر. راح ماجد أخد بعضه ودخل أوضته، ولا كأنه قال لماما أي حاجة. ماما جت ولقت السفرة موجودة عليها الأطباق، فزعلت جدا وقالت تاني برضو يا ماجد ما سمعتش الكلام. راح يا حبايبي ماجد قعد يلعب بالألعاب، وبعد ما خلص لعب راح يا حبايبي يتفرج على التلفزيون. ماما دخلت الأوضة بتاعته، لقيتها مليانة بالألعاب موجودة في كل حتة. راحت ماما طلعت لماجد قالت له أنا مش كل مرة أقولك على حاجة ما تسمعش كلامي فيها، أنا زعلانة منك. وعلى فكرة عقوق الوالدين ده حاجة صعبة جدا، وتعالى علشان أحكي لك حكاية العابد جريج. راح قال لها مين جريج ده يا ماما؟ راحت قالت له ما انا بقول لك تعالى عشان احكي لك حكايته. جريج ده يا حبايبي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كمان بيحب العبادة جدا، وكان باني لنفسه كوخ كده صغير كان بيروح فيه كل يوم وبيتعبد لله سبحانه وتعالى، وكان بيصلي كمان. راح في يوم من الأيام قعد يتعبد واتأخر. راحت عشان خاطر تندهه، علشان خاطر كانت عايزاه. قالت له يا جريج يا جريج، وجريج كان بيصلي، فقعد يقول لنفسه الصلاة أولى، لا أنا هكمل صلاتي الأول. أمه من كتر ما هي قعدت تنده عليه زهقت وروحت، وجريج نسى. وتاني يوم يا حبايبي برضو أمه قعدت تنده عليه وتقول له يا جريج يا جريج، وجريج كان بيصلي وراح فضل الصلاة عن ان هو يسمع كلام امه ونسى جريج. وتالت يوم يا حبايبي برضو امه كانت محتاجاه جدا، وقعدت تنده ياما وزهقت، ومن كتر ما هي كل يوم بتيجي تنده عليه وهو مش بيرد يا ماجد، راحت يا حبيبي للأسف دعت عليه دعوة وحشة جدا. راح ماجد قال لها ايه هي يا ماما الدعوة؟ هي ليه دعت عليه طيب؟ قالت له ما هي دعت عليه عشان خاطر هو تعبها، كل شوية تطلب منه طلب وكل شوية تيجي تندهه مش بيرد عليها. راح قال لها طب يلا يا ماما كملي. ماما جريج يا ماجد غضبت منه وراحت قالت يا رب جريج ما يموتش حتى تريه المومسات، حتى تريه وجوه المومسات. فراحت ماجد قال لها يعني ايه يا ماما المومسات؟ راحت قالت له المومسات ان هي النساء الوحشين اللي بيعملوا معاصي وبيعملوا ذنوب وحشة جدا، وهم بيقولوا عليهم كمان ان هم بيرتكبوا فواحش جامدة جدا يا ماجد. فراح قال لها وبعدين يا ماما؟ راحت ماما قالت له نسى جريج يا ماجد وعدى سنين كتير وكمان امه ماتت. فكان برضو نفس الحكاية، كان بيصلي وكان بيتعبد. وفي يوم من الأيام واحدة سمعت ناس بيقولوا إن جريج ده عابد وعمر ما في امرأة تقدر عليه، ولا أي حد بيعمل معصية سمع كلامه فيها وعملها. فراحت المرأة دي سمعتهم وهي كانت من المومسات، راحت قالت لهم تدوني ايه لو انا خليت لكم جريج ده
يعمل المعصية معايا. فراح وقالوا لها نديك أي حاجة تطلبيها هنديها لك. راحت يا حبايبي تزينت ووسوس لها الشيطان، وهي أصلا كانت جميلة. فراحت خبطت حلقة على جريج، وراح قالت له أنا عايزاك وكده. فراح قال لها معاذ الله، أعوذ بالله، أنت بتقولي إيه؟ أنا جريج، أنا العابد، امشي من هنا. ومشاها يا حبايبي، وراح التاني بره جات له برضه، وراح قال لها امشي برضو من هنا، واعوذ بالله انه ربي. ازاي اغضب ربي سبحانه وتعالى بعد الوقت ده كله؟ امشي يلا من هنا. يئست منه، وهي خارجة يا حبايبي لقت راعي غنم. فراحت هيأت له نفسها، وراح للأسف راعي الغنم الشيطان وسوس له وعمل معاها الفاحشة. وبعد فترة حملت يا ماجد هذه المرأة الباغية، وراحت اتبلت على جريج وجمعت الناس وقالت لهم ده ابن جريج. والناس ما بقوش مصدقين، وقعدوا يقولوا ازاي يعني. وراحوا يا حبايبي للأسف في ناس تانية صدقت وهانوا جريج، وهدموا عليه الصموعة بتاعته اللي هو الكوخ اللي كان بيعبد فيه ربنا. وقعدوا يقولوا له انت منافق وكذاب. راح ماجد قال لماما يا ماما ازاي يصدقوها وهو عابد وطول عمره ما بيعملش حاجة وحشة؟ ماما قالت لماجد هو كده يا ماجد، الناس ما بتصدق اي حاجة يا حبايبي. راح راحت بعد يا ماجد بعد ما قالت الكلام ده ربطوه يا حبايبي وجلدوه قدام الناس كلها وجرجروه في الشوارع. وفي الطريق كان ماشي في مكان كده كان بيجتمع فيه المومسات دول، وراحوا خرجوا من النوافذ وقعدوا يتفرجوا عليه ويقولوا هو ده جريج اللي بيقولوا عليه عابد عمل الفاحشة. فراح جريج وقف كده وافتكر دعوة أمه عليه. لما فراح بكى وقعد ويقول يا بعد كل السنين دي يا رب تستجيب لدعوة أمي. وزعل جدا إن هو في يوم من الأيام زعل أمه. ده كمان كان بيصلي، يعني ما كانش بيلعب أو كان قاعد بيتفرج على التلفزيون أو كان قاعد بيذاكر أو بيعمل أي حاجة تاني. راح قال جريج الحمد لله إن أمي ما قالتش عليا إن أنا أقع في المومسات أو إن أنا يعني أعمل الفاحشة مع المومسات دول، لكن انظر اليهم بس. فراح قالوا يلا يا جريج عشان احنا بقى هنقتلك. راح قال لهم طيب استنوا شوية أصلي بس ركعتين. راح خلوه يا حبايبي يصلي. شفتوا بقى لما الإنسان مننا يبقى واقع في ضيقة أو يبقى في مصيبة جاياله يلجأ لربنا سبحانه وتعالى. لجأ يا حبايبي جريج لربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده بعد ما خلص صلاة راح قال لهم وروني الولد اللي انتوا بتقولوا عليه ان هو ابني. راح اخده وراح نغس الولد وقال له مين هو أبوك؟ وكان ده من الثلاثة اللي اتكلموا في المهد، يعني اتكلموا وهم رضع لسه. راح الولد رد وقال إن أبويا هو راعي الغنم. راحت الناس كلها اصطدمت، وراعي الغنم طلع يجري لكن جري وراه وأخدوه وراحوا خلاهم اعترف يا حبايبي على نفسه. وهي كمان اللي عملت الفاحشة دي اعترفت على نفسها وقالت احنا جريج راجل عابد وصادق واحنا اللي كذابين. وبعدها يا حبايبي طلعت بقى براءة جريج. وشفت بقى يا ماجد مهما عدى الوقت لو الأم دعت على ابنها أو بنتها ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب للدعاء مهما مرت السنين ومهما مر الوقت يا حبيبي. وانا مش عايزة اغضب عليك في يوم من الايام. ماجد قال لماما اوعي يا ماما تكوني بتدعي عليا، انا والله هسمع كلامك وبعد كده مش هعمل اي حاجة تزعلك تاني. ماما قالت له انا عمري يا نور عيني ما هدى عليك، لان انت حبيبي
وحتة مني كمان، وعارفة إن لو أنا دعيت عليك عمرك يا حبيبي ما هينصلح حالك، وهتعيش دايما في هم وفي حزن كمان. راح قال لها: أنا آسف يا أمي، سامحيني. راح ماجد قرر يا حبايبي إن هو يساعد ماما في كل حاجة ويسمع كلامها كمان، وكان كل يوم بيقبل ايديها. وكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة لو حكايتنا عجبتكم، وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. مع السلامة.